فكره انك تختلف مع مجلس اداره النادي الاهلي بسبب ان العرض المادي اللي عرضوه عليك مش مناسب ليك فكره مقبوله جدا. فكره انك توقع للنادي المنافس عشان عرض عليك العرض المادي اللي انت كنت مستنيه مقبوله جدا برضه. لكن اللي غير مقبول انك تنكر كل حاجه النادي ده عملها ليك. نكران الجميل ده حاجه سيئه جدا. لما تطلع لاعبه والدتها من اساطير النادي الاهلي في لعبه كره الطايره تنكر كل حاجه عملها ليها النادي الاهلي، ويبقى كل اللي هي بتعمله الفتره الحاليه ان هي تضايق جماهير النادي الاهلي. طيب انت والدتك عندك مشكله مع النادي الاهلي، ونقول ان هي مشكله مع الكابتن الخطيب. ايه ذنب جماهير النادي الاهلي؟ ايه ذنب اسم النادي الاهلي؟ النادي الاهلي له سبب كبير وعظيم جدا في اللي انت واصله له حاليا، واللي انت بتقولي دلوقتي انا استحق الرقم الفلاني، ووالدتك بتقول نفس الكلام. انا نفسي اعرف ليه بيحصل كده. ايه ذنب النادي الاهلي وجماهيره في خلاف شخصي مع شخص ما في مجلس الاداره؟ مجالس الاداره بتتغير لكن جماهير الاهلي ما بتتغيرش، اسم النادي الاهلي ما بيتغيرش. ليه بنعمل كده؟ انت عايزه تمشي من حقك، ووقعت النادي المنافس من حقك وبتدوري على الماده، لكن ليه بتخسري كل حاجه؟ ليه بتنكري فضل النادي ده عليكي؟ ليه بتنكري فضل الجماهير عليكي؟ للاسف الناس دي من ابناء النادي الاهلي، الناس دي من اساطير النادي الاهلي، لكنهم اختاروا اسوأ طريقه ممكنه ينهوا بيها علاقتهم بالنادي ده وجماهيره. عندك خلاف شخصي مع حد، خليه خلاف شخصي، ما تحولوش لخلاف مع الجماهير والنادي. النادي اللي له فضل عليك وعلى تاريخك وعلى انجازاتك وعلى كل حاجه حلوه انت فيها دلوقتي. لكن نكران الجميل ده طبع في البني ادم، وبيجي وقت كل واحد بيتكشف وكل واحد بنعرف معدنه كويس جدا.